السلام عليكم. اليوم ان شاء الله خواتي راح اسوي لكم طريقة الاحتفاظ او تخزين ورق العنب. خواتي مثل ما تشوفون هاي الشجرة عندي شجرة ورق العنب عندي بالبيت، عندي بحديقة البيت، فما شاء الله هي شجرة هواي كبيرة. اني هاي دائما كل سنة اوزع منعته للجواريني اتراك سوريين، فمتعلمين كل سنة ياخذون منعته، واني هم متعلمة يعني اقطع واحتفظ منعته لمدة سنة، اخليه احتفظ بيه بالفريزر، وبالشتاء اطلع من عنده شو وقت ما نحتاج انه نسوي دولمة اطلع من عنده. فهاي مثل ما تشوفون هذا الورق العنب. فهسه خواتي راح اقطع من عنده مجموعة واشوفها لكم طريقة الاحتفاظ بورق العنب. تبقى تقريبا عندي سنة، اني من سنة لسنة اقطع مجموعة واضمها، يعني اسوي وجبات. خواتي من بعد ما قطعت ورق العنب وهاي مثل ما تشوفون بهالشكل هذا، بس الاعواد اللي هنا أنا قطعتهم وخضيتهم شوي بمي، وهاي مثل ما تشوفون. هسه راح اشوفكم شلون راح اشتغل بيهم. اخواتي حضرت قدر وغليت مي حار بالغلاية او تفورونه بالقدر. بسم الله. راح اضيف 3 ملاعق من الملح، اخواتي مثل ما تشوفون ضفت 3 ملاعق من الملح وضفت ملعقتين من السكر. وضروري انه يغلي الماي عندي. شو حضرت هنا مي بارد، وعندي هاي مجموعة مثل ما تشوفون من الورق العنب. غلى الماي عندي واضيف هاي اول مجموعة. ما تاخذ هواي وقت، بس يتغير اللون مالتها. اني هاي نفس الطريقة صار لي كم سنة اسويها واحتفظ بيها من سنة لسنة. بالشكل هذا. هسه هاي اول وجبة صارت عندي جاهزة، راح اضيفها مباشرة بالمي البارد. راح اضيف الوجبة الثانية واشوفها لكم ان شاء الله. مثل ما تشوفون ضفت الوجبة الثانية مال ورق العنب، والوجبة الاولى اللي خليتها بالمي البارد اصفيها مباشرة بالمصفي. واشيل الوجبة الثانية. وراح اكمل باقي الورق بنفس الطريقة واشوفكم ان شاء الله الطريقة الثانية. اخواتي من بعد ما نشف عندي الورق العنب على راحته من المي، حضرت البلاستيك الغذائي وهذا الورق مثل ما تشوفون. غرفة بهالشكل هذا.
كيس لايلون تقدرون تحتفظون به. وأنا هاي تقريبا صارت عندي 3 وجبات، يعني ما شاء الله خير من الله. قطعت ورق عنب وبس هاي الوجبات صارت عندي. هالشكل خواتي راح احتفظ بيه بالفريزر، ومن اريد اطلع وجبة او وجبتين حسب كل ست بيت ايش قد تحتاج. اتمنى خواتي هاي الوصفة لليوم تعجبكم، وان شاء الله تستفادون من عندها وتجربونها.